كتير من الناس يا صديقي في بعض المحافظات زي القاهرة والجيزة لما حفرت ونزلت ولقت قدامها مبنى زي اللي قدام حضرتك ده وصورته لبعض الأشخاص، جزء منهم قال لهم إن ده مبنى جنائزي، والجزء الآخر قال له إن ده سرداب تمويه أو مكيدة وفخ، والاتنين طبعا بيصبوا إن ده دفن. وده لمجرد بس يا صديقي إن المبنى مبني بالحجر الجيري، إنه عنده اعتقاد إن المباني اللي مبنية بالحجر الجيري هي مباني دفن، والمباني اللي مبنية بالطوب الأحمر هي مباني مية. والآخر قال له إن دي مهلك أو مكيدة بس عشان خاطر لما فضوا السرداب ما لقوش إن فيه أي شيء. بس لو رجعت كده بالذاكرة يا صديقي لبسين 3 ورا كده شرحت لك فيها إن في بعض السراديب اللي لأول ما تشوفها حضرتك بتقول إن ده سراديب هرمية، وهي مش هرمية أصلا، هي واخدة الشكل بس مش الهرم الكامل، وزي ما انت شايف كده الحجارة ساقطة لتحت. لو تفتكر في البث ان بيبقى حجارة المبنى ده شبه الحجارة اللي استخدمناها في تبطين الطرق والمصارف، سواء في الشكل او في الحجم. وقلت لك كمان يا صديقي ان السراديب دي ما بتبقاش مبنية، بتبقى متغرزة في الطين كده فوق بعضها كتل زي ما انت شايف كده، لمجرد انك انت تخش تشد حاجة تقع عليك فتفتكر ان ده مهلك او سرداب او القصة ده. اما ده يا صديقي سرداب مية، اسمه قناة مياه، لا ليها علاقة بالدفن ولا ليها علاقة بأي شيء. طب انت عرفت ازاي انه ده سرداب مية؟ من الشكل اللي مبني بيه الممر. الشكل الجنائزي له شكل معين، والشكل اللي استخدم او العمارة اللي استخدمت في المعيشة لها شكل اخر. كل حاجة يا صديقي بتدل على شيء، مش عشان السرداب شرق غرب يبقى هو دفن وشمال جنوب يبقى هو مية، مش عشان السرداب او الممر مبني بالطوب الاحمر يبقى ده ممر او سرداب مية، ومبني بالحجر الجيري ده سرداب دفن. على فكرة في ابيار وقنوات مياه تم بناها بالحجارة برضه، وده واحد من ضمن الحاجات قدامك. يعني ما تجريش ورا الوهم، ما تجريش ورا ان اي حد يقول لك عندك اثار او اي شيء تلاقيه تحت بيتك من شواهد او من مباني على طول تطلع تجري تلزقها للاثار وتعالى اصرف وهات شيخ وهات دكتور، وانت اللي غرمان في الاول وفي الاخر. هتعرض نفسك لمساءلة قانونية، هتنزل وتصرف وتحفر وتعرض نفسك وللبيت والناس كده كلها للخطر، وفي الاخر مفيش اي شيء. ان اللي قدامك ده لا ليه علاقة بالدفن ولا ليه علاقة بأي شيء غير المية. نصيحة مني لك لوجه الله، افهم الأول، وبعد انت ما هتفهم الموضوع ده هتقرر انك هتبعد لوحدك عن الموضوع. انا احمد سفاري، ودي صفحة زي الاشارات ما بتقول.